بتفكر تشتري بيت في أمريكا؟ خطوة حلوة ومهمة في طريقك نحو الاستقرار والحرية المالية. بس قبل ما تاخد القرار في شوية حاجات مهمة لازم تاخدها في اعتبارك قبل ما تشتري بيت أحلامك، عشان ما تقعش في مشاكل وتندم بعدين. قبل ما تبتدي تدور على بيت لازم تسأل نفسك الأسئلة دي: هل أنا جاهز ماديا ولا لأ؟ أنا معايا الداون بيمنت اللي هتدفع للبيت ولا لأ؟ والكريدت سكور بتاعي كويس ولا محتاج يتظبط؟ هل دخلي ثابت يغطي المصاريف بعد شراء البيت ولا لأ؟ ولا كل يومين بغير شغلانة؟ سألت نفسك الأسئلة دي كله تمام وسليم؟ ندخل على المرحلة التانية اللي هي اختيار الايجنت ده هو رفيقك في الرحلة دي. لو اخترت ايجنت كويس رحلتك هتكون سهلة، اخترت ايجنت اي كلام هتتعب. المرحلة التالتة بقى انك هتقعد مع الايجنت بتاعك وتتكلم معاه، تقول له على مواصفات البيت اللي انت عايزها. يعني انا عايز بيت في المنطقة الفلانية، لان المنطقة الفلانية مثلا قريبة من شغلك او ان انت شايفها كويسة وفيها خدمات كويسة. والايجنت بتاعك ده هيعمل السيرش بتاعه يشوف لك المنطقة دي امنة ولا لا، يعني معدل الجريمة فيها مرتفع ولا وضعه ازاي. كمان هيشوف لك السكول سكور، هل يا ترى معدل المدارس بتاعها كويس ولا لا، ولا المدارس اي كلام. كمان وسائل المواصلات متاحة ولا لا، خاصة لو معكش عربية. كل دي عوامل مهمة لازم تحطها في الاعتبار قبل ما تشتري البيت. الموقع والامان ومستوى المدارس كل ده حاجات انت تتعامل معاها يوميا، عشان كده لازم تركز كويس قبل ما تشتري. بالتوفيق، تجرب بالعافية، سلام.